مع حضراتكم دكتور إيهاب سفين، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمعهد السمع والكلام ومركز ايجنت. طبعا لو لقينا بقى مشكلة في السمع عن طريق مياه السمع اللي بالكمبيوتر، ولقينا ان في ضعف شديد حسي عصبي في العصب السمعي، بنبتدي فورا ان احنا نتجه الى السماعات الطبية، لان لازم الطفل نديله 3 شهور بحيث ان احنا لغايه لما سنه يوصل ل6 شهور بنلبسه سماعه ونشوف استجابته للسماعه. بعض الاطفال ودي نسبه قليله ممكن بتستجيب للسماعات، وده بيبقى بالمتابعه مع دكتور السمعيات والتخاطب. لو لقينا ان مفيش استجابه نهائيه بالنسبه للسماعات وعدم تكون لغه بالنسبه للطفل، بنبتدي نخش في فحوصات اخرى، ان احنا بنعمل اشعه مقطعيه واشعه بالرنين على الأذن الداخلية والقوقعة والعصب السمعي. كده بنبتدي نجهز الطفل لعملية زراعة القوقعة.